السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ تعالى اقول لكم ازاي نظمت الاسبوع بتاعي بتاع الاجازه عشان استفاد بكل لحظه فيه واستمتع. اول حاجه فكرت فيها ان انا اعمل خطه اسبوعيه، اعمل خطه للاسبوع كله واحدد كل يوم هعمل ايه عشان استفاد بكل لحظه في الاجازه. بصوا معايا، اول حاجه جبت النوت بوك بتاعتي وكتبت فيها الويكلي بلان. اخترت القلم التخين لون موف، انا بحب اللون الموف جدا، purple. كتبت بخط جميل بحبه. الفكرة دي بتبقى حلوة ولذيذة وبتخلينا نستفاد بالوقت الأجازة كله، نعمل كل يوم الحاجات اللي احنا بنحبها عشان ما الأجازة ما تخلصش وما احسش ان انا ما استفدتش بالوقت. وهنا انا جبت ستيكي عشان احدد بيها كل يوم، اعمل لكل يوم ورقة فيها الحاجات اللي انا هعملها فيها. اخترت اللونين الاخضر واللون البينك وعملتها بشكل حلو عشان ايه؟ تفتح نفسي على اني استمر واكمل وان انا افتحها وابص فيها كل يوم. بدأت احط فيها الجلو والزقها اهو، حبيت اعملها بشكل مميز وجديد. بدأت ألزق اللون البينك كمان. انتوا كمان ممكن تغيروا الشكل او تغيروا الستايل اللي بتحبوه، ممكن تعملوها على شكل سيركلز دواير او كمان شكل قلوب، تبقى شكلها حلوة قوي ولذيذة. جبت كمان قهوتي جنبي وانا بشرب وبعملها عشان ابقى مستمتعة بالوقت، مبقاش حاسة ان انا بعمل حاجة وانا متضايقة او تعبانة. النوتس دي بتحسن المزاج قوي، ترفع الموتيفيشن عندنا، بتخلينا عايزين نعمل اكتر، نشتغل اكتر، وفي نفس الوقت بتنظم وقتنا، فيبقى عندي لستة بالحاجات المطلوب اعملها وايه بالوقت اللي انا هعملها فيه، فما انساش حاجة وكمان ما ملش في الاجازة. كل يوم اصحى انا محددة هعمل ايه في الساعة من كذا لكذا، ده بيخليني استفاد بالوقت وفي نفس الوقت ان انا انبسط عشان لما تيجي الدراسة تاني ابقى مستعدة ليها. الصفحة اللي قصادها برضو كملت بقيتها عشان يبقوا 7 ايام، لان هي ويكلي بلان يعني خطة اسبوعية، خطة للاسبوع كله. بدأت ألزق البينك تاني اهو وعملتها بشكل لذيذ حبيته. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، شجعوني عشان استمر. وكده انا خلاص تلزيق الستيكي نوتس، او انا حددت بيها عدد الايام 7 ستيكي نوتس على حسب الايام. كل ما ازود في الالوان هيعملي تشتت اكتر، فحاول ان انا اركز على لونين او 3 بس وما ازودش الوان كتير. والكتابة تكون بخط كمان واضح. هنا انا بدأت اكتب ايام الاسبوع، بدأت اكتبها بستايلز مختلفة عشان انا بحب الكتابة بستايل مختلف. بدأت بيوم الحد، بدأت اعملها بشكل جميل لذيذ يفتح نفسي على الكتابة. انا كمان بحب في وقت الفراغ اتعلم طرق كتابة جديدة، ده بيحسن مزاجي بيزود عندي الموتيفيشن، فبقى قادرة ان انا استمر في اي حاجة. كتابة بخط جميل بتحسن المزاج وبتشجع الواحد ان هو يستمر. بدأت اكتب كل يوم بشكل مختلف، وده هنا معايا يوم الثلاث. لازم يبقى الكتابة بخط واضح عشان برضو ما توجعش عينينا. دلوقتي يوم الاربعاء،
هوريكم في اخر الفيديو شكلها بقى عامل ازاي. كمان ممكن احدد اماكن للكتابة وما ازودش، يعني هحاول ان انا ما ازودش الحاجات اللي هعملها في كل يوم، حاجات بجد انا هقدر احققها، عشان ما ارجعش اليوم اللي بعده وابقى متضايقه ان انا ما حققتش الحاجه دي. لازم الحاجه وانا بكتبها ابقى مفكره هعملها ازاي وفين، ومظبطه بالظبط الوقت من كام لكام. كل ما بخطط وقتي اكتر كل ما بستفاد بالوقت وبحس ان انا حققت اهدافي. دلوقتي اهو يوم الخميس، حبيت ان انا اغير اللون البيربل اللي انا بحبه. قولولي في التعليقات رأيكم ايه، ولو حد عمل ويكلي بلان يوريني النوت بوك بتاعته. بحب النوت بوكس قوي، حتى في ايام المذاكره برضو لما بيكون عندي حاجه برضو بحب اعمل نوت بوكس شكلها حلو، بتفتح نفسي على المذاكره، تخليني اقدر اكمل. وهنا يوم الجمعه حاولت ان انا اكتبه بشكل حلو برضو، شكل مميز. ممكن كمان نلاقي اشكال الخطوط ديت عندي على القناه، او ندور عليها عادي على اليوتيوب او اي حاجه، اي طريقه تانية نكتبها باشكال حلوه. ده يوم الحد، ده يوم السبت قصدي. اخر حاجه كانت يوم السبت خلاص. لو عملتوا نوت بوكس او ويكلي بلان بعتولي وروني شكلها، وده شكلها.